السلام عليكم اعزائي التتشاو الجمال، رجعت لكم في فيديو جديد وحلقه جديده من برنامجكم الكوره مع التتشاو. بس قبل ما نبدا بقى يا صديقي، ما تنسانيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب واحد لو صلى على النبي، مش تحت تعمل اخبار من اللايكات. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. هنبدا الفيديو بتاعنا يا صديقي باستاد النادي الاهلي الجديد. طيب النادي الاهلي متعاقد مع شركه فودافون، هتاخد حق رعايه النادي لمده 20 سنه. طيب الرقم اللي هم هيدفعوه كام؟ هو حوالي 7 مليار جنيه. هتقول لي طب مش كتير 20 سنه؟ اقول لك ما هو 7 مليار جنيه ده كتير جدا، فبالنسبه لي هي متعشيه. طيب هيبقى ايه اسم استاد الاهلي الجديد؟ هيكون اسمه استاد فودافون، وهحط لك صورته هنا او هنا، وهوريك التصميم المبدئي لشكل استاد النادي الاهلي الجديد. طيب هل هي خلصت على كده؟ لا، ده لسه في كمان المدينه الرياضيه اللي النادي الاهلي هيعملها. طيب المدينه الرياضيه دي هيخش للنادي الاهلي كام؟ هيخش له حوالي 10 مليار جنيه، وده اقل رقم ممكن يخش للنادي الاهلي من المدينه الرياضيه اللي هو عاملها. فبالنسبه لي النادي الاهلي استغل الموقف ده احسن استغلال. متهيألي ارقام فلكيه هتخش خزينه النادي الاهلي على اقساط لمده 20 سنه من شركه فودافون. طيب هل خلصنا على كده؟ لا يا صديقي طبعا. تيشيرت النادي الاهلي الجديد الذي يزينه فودافون في منتصف التيشيرت، طب هل ده عقد رعايه بكام وكام موسم؟ هقول لك هو 4 مواسم يا صديقي. طيب الاربع مواسم دول على كام؟ على مليار و300 وتقريبا حاجه و50 مليار جنيه. يعني انت بتتكلم في مليار وربع او مليار، يعني حوالي كده. الارقام احنا اول مره نسمعها، معلش يعني ارقام كبيره شويه. فبالنسبه لي هيبقى حوالي 353 او 357 مليون جنيه في الموسم الواحد. وده من اكبر صفقات الرعايه اللي تقريبا موجوده في افريقيا. انا متهيألي مفيش في افريقيا عقد رعايه وصل الرقم ده. فبالنسبه لي النادي الاهلي هو داخل على موسم تاريخي. تيشيرت تاريخي، اديك شفت شكل التيشيرت، شكل عالمي. تيشيرت عالمي الله وكيل، يعني تيشيرت انا ما اعرفش اللي حط الديزاين ده حطه، يعني انت عالمي يا ابن الله اللي عمل الديزاين ده. الديزاين تاريخي. هو متهيألي من وجهة نظر انا من احسن ديزاينات تيشيرتات النادي الاهلي عبر التاريخ هو الديزاين ده. يتحط مثلا في توب 5 او توب 3 كمان. ديزاين عالمي. طيب نخش في الخبر اللي بعده يا صديقي، وهو امام عاشور. امام عاشور جاي له عقد او جاي له عرض من اتحاد جدة السعودي. طيب بكام العقد ده او بكام العرض ده؟ ب 6 مليون دولار و2 مليون و2 مليون، معلش الارقام تخض، بس يعني ارقام ما سمعناش. ارقام ايه دي الارقام دي يا جدعان؟ 2 مليون دولار امتيازات. طيب هل النادي الاهلي عايز الصفقه دي ولا لا؟ انا بقول لك النادي الاهلي مش عايز الصفقه دي. طيب النادي الاهلي بيقف عائق في الصفقه دي اول حاجه بسبب طلب كابتن حسين عموده بالتمسك الشديد باللاعب، وان النادي الاهلي اصلا مش عايز يخرج امام عاشور لاي صفقه وخلاص. طيب النادي الاهلي طلب كام عشان يبوظ الصفقه ديت؟ طلب 9 مليون دولار ومليون دولار امتيازات، وده رقم كبير قوي. فهل اتحاد جده السعودي هيدفع رقم كبير زي ده في امام عاشور؟ بالنسبه لي هتبقى صعبه جدا، والنادي الاهلي اصلا حاطط الشرط ده عشان يبوظ الصفقه. طب ليه يبوظ الصفقه يا صديقي؟ لان رسميا بن رمضان خرج للشمال القطري، ومادام بن رمضان خرج للشمال القطري يبقى ما ينفعش ان انا اطلع امام عاشور، لاني كان واحد من الاثنين دول هو اللي هيخرج، يا اما امام عاشور يا اما بن رمضان. طيب دلوقتي بن رمضان خرج، يبقى امام عاشور لازم يقعد معايا، وده من وجهة نظر انا يا صديقي. طب المشكله يا صديقي اللي بعديها اللي انا جاي اكلمك فيها، وهي مشكله خط وسط النادي الاهلي. وهو مش كل خطوط الوسط، هو الميد فيلدر فقط اللي هو مركز 6. طيب ايه اللي حصل يا صديقي؟ ان كابتن حسين عموده في التدريبات لقى كل اللعيبه اللي بيلعبوا في مركز 6 بيمسكوا الكوره، واول حاجه بيعملوها بيرجعوا الكوره لورا. وده طبعا مشكله، لان كابتن حسين عموده بيعتمد على الهجوم. فبالنسبه له مسك كل اللعيبه اللي بتلعب ميد فيلدر او مركز 6 وقال لهم كالتالي. قال لهم دلوقتي انا اول حاجه ببص عليها ان اللاعب الكوره اللي في مركز 6 ياخد الكوره ويطلعها لقدام، وده شكل الميد فيلدر العصري. طيب دلوقتي قال لهم انا اللي مش هياخد الكوره ويطلعها لقدام
وهياخد الكوره يرجعها تاني لمصطفى شوبير، مش هيكون له مكان معايا في الفريق. حتى لو قاعد دكه مش هيبقى هو الخيار الاول ليا كبديل. يعني ايه؟ يعني ان لازم اي واحد في المركز ده يمسك الكوره اول حاجه يبص عليها الخروج بالكوره لقدام. طب مين الوحيد اللي مميز في النادي الاهلي في الحته ديت؟ وهو مروان عطيه. مروان عطيه يا جدعان تطور جدا الفتره اللي فاتت. مروان عطيه هو احسن لاعب ميد فيلدر في مصر، هو مروان عطيه ده لو ما كانش في افريقيا من وجهه نظر انا. مروان عطيه ميد فيلدر عصري، ميد فيلدر تحب تتفرج عليه. فبالنسبه لي انا بقول لك اهو الاساسي داخل النادي الاهلي في مكان الميد فيلدر او في مكان السته هو مروان عطيه، ايا كان حد جه مكانه او مفيش حد جه والنادي الاهلي هيستمر باللعيبه اللي عنده، هو مروان عطيه لاعب الاساسي في الميد فيلدر او مركز سته. طيب دلوقتي يا صديقي النادي الاهلي بدا يبص على المشكله اللي كانت عنده الموسم اللي فات، وهي مشكله ايه؟ مشكله المدافع يا صديقي. طيب دلوقتي النادي الاهلي بدا بعد ما كلم محمد عبد المنعم ولقى بقى في مشاكل والدنيا مش بايظه والدنيا بايظه والدنيا مش عارفه تتحل، كلم لاعب تاني وهو من اللعيبه الكويسه جدا في منطقه المساك. وهو مين يا صديقي؟ وهو عمر فايد. عمر فايد اللاعب اللي بالبروفايل بتاعه بيشبه احمد حجازي، تحس ان انت بتتفرج على احمد حجازي وهو صغير. فبالنسبه لي هو من احسن اللعيبه اللي يبقى متواجد دلوقتي داخل النادي الاهلي، لان انت عندك مشكله كبيره في الدفاع عامه، وانت اكيد شفت الموسم اللي فات يعني المشاكل عديده. فبالنسبه لي لاعب بروفايل احمد حجازي لاعب طويل، لاعب الهيدرز بتاعه كويسه جدا، لاعب الدفاع بتاعه او الاداء بتاعه في الدفاع كويس جدا. فبالنسبه لي من اللعيبه اللي انا احب اشوفها في النادي الاهلي. طيب دلوقتي بيقول لك ان النادي الاهلي اتفق مع عمر فايد في بنود كتيره جدا في العقد. طيب اللاعب ده سعره كام على ترانسفير ماركت؟ 700 الف دولار. فبالنسبه لي النادي الاهلي عشان يخلص في لاعب زي ده مش هيكلفه كتير، مع ان هو لاعب لسه صغير بس مش هيكلفه كتير. انت بتتكلم في حوالي 900 او مليون دولار، فبالنسبه لي مش رقم كبير اللي انت تخلص لاعب ب زي عمر فايد، لاعب كويس جدا. فبالنسبه لي ده اللاعب اللي انا احب اشوفه في النادي الاهلي. طيب اخر حاجه يا صديقي احب اتكلم معاك فيها وهو الصفقه القادمه للنادي الاهلي، وهتكون صفقه تبادليه. طيب مين يا صديقي صاحب الصفقه ديت؟ وهو طارق علاء لاعب نادي زد اللي كان مع حسام حسن في منتخب مصر، وهو هيكون بديل لمحمد هاني مكان طبعا احمد عيد اللي ما عملش اي حاجه تخليك يعني ايه تطلب اللي هو يبقى متواجد الموسم ده. فبالنسبه لي احمد عيد وكباكا هم اللي داخلين في صفقه تبادليه مع زد عشان نحصل على خدمات اللاعب طارق علاء، وهو نادي زد طالب احمد عيد بالاسم وكباكا. فبالنسبه لي طارق علاء لو جه النادي الاهلي هيبقى في تنافسيه كبيره جدا بينه وبين محمد هاني. فبالنسبه لي احب اقول لك اللي انت هتشوف جبهه محمد هاني او الجبهه اليمنى داخل النادي الاهلي الموسم اللي جاي من اقوى الجبهات في الدوري المصري. وخدها مني بقى وما ترجعش ورايا، انت لو طارق علاء جه النادي الاهلي هيبقى عندك جبهه من اقوى جبهات في الدوري المصري. وبكده يا صديقي يبقى خلصت حلقتنا، واتمنى تكون عجبتكم. وشاركوا في الكومنتات وسلام.